انا مني ما يقدنيش الصالير، انا مني نولي راسي عامر غير بالكريدي، انا مني نولي كنعيش غير بلافونس ديال البنكه، انا مني نولي شيف الوزير ربما كيشد اكثر مني. انا فين نمشي؟ المغرب اليوم يعيش أكبر فضيحة في التعليم، فبعد مرور شهرين تقريبا من الإضراب أصبح هناك تساؤلات: هل ستكون سنة بيضاء في المغرب هذا العام؟ والسؤال الأهم: ما سبب إصرار الأساتذة على هذا الإضراب؟ فالسبب الرئيسي لهذه الأحداث التي تقع الآن هي وزارة التربية والتعليم بعد إصدارها للنظام الأساسي الجديد، وهذا الأمر أثر بشكل سلبي على التعليم. فإذا أردت الإصلاح لابد أن تستجيب لمطالب الأساتذة. اللي جاوبونا على المطالب ديالنا نغد ليه نمشيو للخدمه ديالنا. حنا ماشي هو الاحتجاج، هذا الاحتجاج اللي كنديروا راه كيقتطعوا لنا من الاجور ديالنا اللي هي اصلا هزيله. هذا الشهر راه كاينه اقتطاعات بالجمله من اجور الاساتذه. شكون اللي صبرنا على هذه الاقتطاعات؟ هو الويل اللي عايشين فيه، هو الحقره اللي عايشين فيها، هو الظلم اللي عايشين فيه، هو المذله اللي ولينا كنحسوا بها كنساء ورجال التعليم. وهذا النظام الأساسي خرج دون مشاورة النقابات ولا مشاورة الجمعيات ولا مع الأحزاب ولا حتى مع التنسيقات. وهذا النظام أعطى امتيازات لكل أطر الإدارة في التعليم. لأول مرة اتفقنا مبدئيا مع النقابات بأن غيتم إحداث درجة ممتازة لفائدة بعض الموظفين، ذاك الموظفين اللي كان المسار ديالهم المهني تيتوقف في السلام حضر. أما الأستاذ أو المعلم الذي يكون في مواجهة مباشرة مع التلاميذ لم يحصل على أي امتيازات ولا تحفيزات، بل أن هذا النظام أفقده كرامته المهنية. ووزارة شكيب بن موسى قامت بقصف الأساتذة فقط، وأنهم هم المشكل الكبير في عدم إصلاح التعليم لسنوات. المدرسه العموميه راه كيتلاعبوا علاش هما كيتلاعبوا بهذا الشيء؟ لان اولادهم وبناتهم كاع ما كيقراو عندنا. حنا دايرين في التعليم الخير العمومي يكون يقريو ولادهم عندنا. اصلا ولاد الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين ما كيقراوش في المدارس المغربيه، ماشي حتى في الخاص المغربي، ما كيقراوش في المدرسه المغربيه نهائيا. فكما تعرفون فالمغرب في المرتبة 101 من أصل 140 دولة في جودة التعليم، والوضع إذا بقي في هذا الحال سيصبح كارثة. اللي مخرب هذا التعليم راه هما هاد المسؤولين اللي فيه، سواء مدراء مركزيين او كذلك وزراء اللي كيتعاقبوا على هذا التعليم، وهما المسؤولين. حنا من جهتنا راه حنا مع التلاميذ، حنا كنشرحوا للاباء والامهات، واصلا الاباء والامهات ما بقاش محتاجين نشرحوا لهم لاننا حنا ديما متحدين معاهم. الا ما عطيتوش الاستاذ راه ما يعطيش وليداتنا. راه الاستاذ خصو بعدا يكون يكون محرم ويكون خليه حاجه اللي تخليه يعطي خاص الوزاره الوصيه خاصها تهلا في الاستاذ. يعني اللي ما كانش الاستاذ راه ما كاين والو، راه هو لا باز.